كامل سمعتوا بابستين والجرائم تاوعو والناس وكبار الشخصيات المتورطين معاه. بس انا اليوم جيت نحكي لكم على ابستين بالتحديد للناس اللي ما تعرفوش شكون هذا ابستين، وعلى كبار الشخصيات كاع يخافوا منه وكيفاه صابوه في الحبس، واسك صح راهو ولا غير اشاعه. قبل ما نبداو ما تنساش تابوني في لاشين، دير لي جيم لهذا الفيديو وتكتب لنا كومونتير شباب كيما انت غنتحرج بيك عزيزي المتابع. ما تنساش ديروا لي فولو في السوشيال ميديا تاعي حيكونوا تحت في الديسكريبشن. وخلينا نبداو. ناروكس. الدجال جيفري أبستين مواليد سنة 1953، نزاد في عائلة يهودية بسيطة جدا بعيدة على الدراهم والسياسة. جيفري أبستين كان طالب ممتاز، كان يقرأ مليح ويجيب علامات شابين. كبر وتخرج من الثانوية ودخل الجامعة يقرأ تخصص رياضيات. بصح بعد عامين من الجامعة خرج وحبس قرايته، لكن الصدمة أنه جيفري أبستين ولا أستاذ تاع رياضيات في جامعة من أرقى الجامعات في العالم في نيويورك، بالتحديد مانهاتن. وحتى دوك واحد مقدر يعرف كيفاه واحد ما كملش من بقرايته قدر يقري في جامعه من ارقى الجامعات في العالم. هنا جيفري قرر يستغل المنصب بتاعه في انه يتعرف على اولياء الامور، بما ان المدرسه راي للناس الاثرياء وكبار الشخصيات. وفي يوم اجتماع الاولياء هنا جيفري تعرف على اول شخصيه ساعدته في بناء النفوذ بتاعه، واللي هو آلان جرينبرغ، واللي هو واحد من الشخصيات الكبيرة في عالم الاستثمار. وبعد فترة إبستين طردوه من الجامعة بسبب سلوكه الغير لائق. وهنا إبستين استغل المعرفة تاعو بآلان جرينبرغ وراح ليه باه يطلب المساعدة. هنا آلان وظفه عنده كموظف حتى هو ما عنده حتى خبرة في عالم الاستثمارات. بعد مدة إبستين قرر يبعد على آلان جرينبرغ ويفتح شركة الاستثمار الخاصة به. والمشكل انه الشركه تاع الاستثمار تاع ابستين قرر يتعامل غير مع المليارديرات. يعني انت باه تستثمر مع ابستين لازم يكون عندك فوق المليار دولار، تحت المليار ما يتحملش معك. هنا جيفري بدا يبني في الارباح ولا الثروه تاعو، لكن الامر انه ما كانش معروف مكان الارباح. يعني الارباح تاعو ما كانوش معروفين سوا من وراهم يجيو، خاص السجل تاع الارباح تاعو كان فارغ. وكاين بزاف ناس شكوا بلي كاين ناس راهم يدعموا ابستين في الخفاء. بعدها جيفري تعرف على ليزي ويكسنر صاحب شركة فيكتوريا سيكريت وغيرها من الشركات الكبار. هنا ويكسنر قرر يعطي لأبستين كل ثروته المالية يتصرف بها كما يحب. تخيل انت تعرف على ملياردير في فترة قصيرة يعطيك كاع الثروة تاعو ويقول لك دير بها واش تحب. هنا ابستين قعد 16 سنة هو يسرق في ليزي ويكسنر ويدي عقارات كبيرة ومبالغ مالية. من بين العقارات قصر في مانهاتن قيمة 78 مليون دولار، وجزيرة يو اس فيرجن اللي هي معروفة بجزيرة إبستين. هنا اسم إبستين بدا ينتشر في العالم كومبلي، وبدا اسمه يرتبط بشركة فيكتوريا سيكريت وباث بودي ووركس تابعين ليزي ويكسنر. وهنا جيفري بدا يلعب اللعب الصامت، بدا يجيب موديلز القصر تاعو اللي داه من عند ليزي ويكسنر بحجة انه يستحق موديلز لشركة فيكتوريا سيكريت. لكن المشكل انه كان يجيب كاع الموديلز صغار ولا اندر ايج، يعني تحت 18 سنه، بحكم انهم كي يكبروا حيكون عندهم اسم في مجال الموضه. لكن المشكل ان اوبستين كان يدير بزاف عفايس خطيره في هذو الدراري صغار وهو يلحق حتى وين بيهم. لكن قبل ما نبداو في قصه الشنيعه تاع اوبستين خلينا نتعرفوا كيفاش عرف كبار الشخصيات اللي من بينهم ترامب. غيلين ماكسويل، هذه المراه هي اللي عرفت ابستين كبار الشخصيات وشخصيات بزاف معروفه من بينهم ترامب. غيلين هذه كانت البنت الملياردير روبرت ماكسويل، لكن بعد ما مات روبرت ماكسويل اللي هو باباها كانت عايشه في ديون. يسمى هنا غيلين قررت تستغل جيفري ابستين لانه هو شخص يدور على علاقات، وهي كان عندها علاقات بما انه باباها كان ملياردير ويعرف بزاف ناس. هنا قالت لابستين انا عندي دراهم وتتحوس علاقات، اعطيني دراهم نعطيك العلاقات. وهنا جيلين ولات متبعات على ابستين وكانت عايشه معاه حياه الرفاهيه التحليه. صحيح تصحاب دراهم احنا خاطينا انا وياك الزوالي، عندنا كارطة زوالي. وبعدها إبستين تعرف على ترامب وكانوا أكثر من مجرد أصدقاء، لكن ترامب حتى الآن ماهوش حاب يعترف بهذه الحاجة. Yeah, well, he said that I spent time on Jeffrey Epstein's island. I didn't. And no, he made a statement about me and Jeffrey Epstein's. I have nothing to do with that. I have nothing to do with Jeffrey Epstein. هنا يكون خلاص الجزء الأول تاعنا من قضية جيفري إبستين. في الفيديو الجاي نعرفوا وش حكاية الجزيرة، واسكو صح كانوا ياكلوا البشر، وش حكاية الأمراء العربيين في قضية إبستين. هذا ما كان، تنسوا لايك سبسكرايب إذا ما شفتش الدعم في هذا الفيديو مش راح نحط لكم الجزء الثاني سوا. هذا ما كان، ما تنسوش لايك سبسكرايب، اكتبوا لنا كومنتار و بيس اوت.